هذه الطاهية الرائعة تفاجئ الجميع. شاهدوا ماذا تفعل بهذه السمكة. أولاً، تضعها ببطء في المقلاة حتى لا يتسرب الزيت. يظن معظم الناس أنهم يعرفون ما ستطبخه، لكن تابعوا المشاهدة. تضع الزيت على السمك مراراً وتكراراً حتى ينضج تماماً، لكنها أخيراً أخرجته وانتقلت إلى الخطوة التالية. الآن ذهبت إلى الطاولة وبدأت بتقطيع الخضروات. أولاً، القرع. في البداية تقطعها إلى قطع كبيرة، ثم تبدأ بالتقطيع بسرعة كبيرة لدرجة أن حركة السكين لا ترى. الآن يفكر الجميع فيما ستفعله بها، لكن انتظر قليلا. ثم تخرج قدرا آخر وتضيف إليه قليلا من الزيت. حالما ينضج الزيت، تخلط القرع المفروم مع بعض التوابل الخاصة وإضافات مثل الفاصوليا وعصير التفاح والشراب، ثم تضيف القليل من اللبن الرائب كإضافة. وبعد خلط كل شيء جيدا، تضيف المكونات الأخيرة وتكمل الطبق. لكن السؤال الآن، هل ترغبون بتجربته؟ إذا كانت الإجابة بنعم، اضغطوا إعجاب واشتركوا في الفيديو.